السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفاتي المجربة. هاد الوصفة غادي تكون عبارة على وصفة ديال زيادة الوزن، زوينة للكبار وللصغار. بالنسبة للمكونات غادي تلقاوهم مكتوبين في صندوق الوصف، حيت ما بغيتش نطول الفيديو باش نبقى نقول فيهم بالواحد. غادي تلقاو في المكونات الزريعة ديال الكرافس. بالنسبة للأطفال قل من 14 عام ما ديروهاش ليهم لأنها شي شوية سخونة. كنصحكم بحال هاد الوصفات ديروهم في الدار، تعرفوا راسكم اشنو درتيو وتاكلوهم بعينيكم مغمضين وما تخافوا من والو. كلشي نقي وكلشي على يديكم، وعاد كتطلع عليكم رخص في الثمن الا غادي تشريوها. هنا عندي المكونات من بعد ما كنقيوهم وكنحمروهم شويه وكنطحنوهم مزيان حتى كيوليو على شكل غبره. كنطحنوهم مزيان تيوليو بحال الدقيق. هنا عندي اللوز والزريعه ديال القرعه، ما طحنتهم بزاف، غير هرمشتهم وزدت عليهم حبوب اللقاح. وهذاك الشيء الابيض هو البكبوكه، وكاين اللي كيقول لها الكيبوكه. هذيك من الافضل انكم هي وحب العزيز اللي غادي تلقاو في المكونات انكم تدكوهم في المهراز عاد تطحنوهم لانهم شويه قاصحين، او لا الا كان ممكن تديو كلشي من بعد ما تنقيوه وتحمروه تديوه لمول الحانوت هذاك اللي تيطحن العطريه وطحن لكم كلشي. انا ما طحنتش كلشي مزيان حيت ولادي كيبغيو ليا شي حاجه بحال السلو هكا، حاجه مهرمشه لداخل. الا كتبغيو كلشي رطب طحنوا كلشي نفس القياس. بالنسبه للزريعه ديال القرعه راه هي هذه، راه كتباع عند العطار ولا عند اللي تيبيع المواد ديال الحلويات ولا المواد الغذائيه، والناس اللي في اوروبا راه موجوده في الحوانت في السوبر مارشيات. هذه هي اللي كندير مع اللوز وكنطحنهم نص طحنه. دابا غادي ندوزو غادي نخلطوا جميع المكونات النواشف كلها مع بعضياتها. من بعد ما تخلطوش الكميه كامله بالسوائل، من الافضل انكم ديروا غير النص اولا ديروا الربع، لان الكميه تتخرج بزاف. انا درت غير الربع ديال هذاك الشيء اللي طحنت، وشي الاخر خليته ناشف، يعني الربع خلطته وشي الاخر خليته ناشف حتى تكملوا الكميه الاولى بالماكله، عاد باش تزيدوا تخلطوا الاخر. بهذه الطريقه هذه غادي يصبر معكم بزاف. وراه كيف ما قلت لكم راه تخرج لكم كميه كبيره، تقدر تدي لكم حتى العام، ما تخافوش عليها، غير خليوها بهذه الطريقه ما غاديش تخسر. بالنسبه للتخلاط كل واحد غادي يخلط باللي بغا. تقدروا تستعملوا الشوكولاط نوتيلا وتقدروا تستعملوا زيت العود. انا درت كان عندي زيت الارغان درته هو الاولاني، وعاد غادي نضيف عليه العسل. من الافضل انكم ديروا العسل الحر، ما ديروش هذاك ديال السطل الزمزامي. الناس اللي في اوروبا يديروا هذا العسل ديال القرعه اللي كتكون مكتوبه عليه الف ورده. وكيف ما قلت لكم اللي ما بغاش العسل يدير النوتيلا، واللي ما متوفرش ليه النوتيلا يجيب غير الشوكولاط الكحل ويذوبه ويخلط به. انا هنايا درت العسل كيف ما قلت لكم، يعني ما غاديش نديروا السكر صافي. وغادي نبدا نخلط، ما كنضيفش كميه كبيره في الاول، كنبقى نزيد غير بشوي بشوي حتى كنحصل على داك القوام اللي بغيت. اللي بغى يديرها خفيفه يديرها، اللي بغى يديرها ثقيله يديرها. هنايا كيف ما كتشوفوا زدت واحد المعلقه ديال القرفه، كتجيبوه زوين وكيجي بحال السفوف، يعني ما كيجيش فيه شي مذاق غريب ولا قاصح. بالنسبه للمكونات ديال اللي تيدير اللحسه الصحراويه تيديروا فيها الحبه السوداء، انا ما درتهاش على قبل تجي ريحتها شويه قاصحه وكتعطي المروره، والدراري الصغار ما تتعجبهمش في المذاق، داكشي علاش ما درتهاش. وحتى الشحمه ديال الجمل ما درتهاش لان ماشي ضروريه بزاف. هاد المكونات راهم كافيين، وهي شي شويه قاصحه فانا استغنيت عليها. هنايا كان عندي الزيت مرقده فيه شريحه على قبل اللي عنده النقص ديال الفيتامين دي، حتى هو درت منه. كيف ما كتشوفوا معايا انا بالنسبه لي هاد القوام مزيان هكا تيبغيوه ولادي. وغادي نحتفظ به في قرعه ديال الدجاج وغادي نسد عليه مزيان. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال فمن الافضل انهم ياخذوا 2 معالق في النهار، معالق كبار، من بعد الماكله، من بعد الغداء ومن بعد العشاء. الا بغيتوا المكونات بالصوت يعني ماشي مكتوبين، غير كتبوها لي في التعليق وانا ان شاء الله ندير لكم فيديو قصير نذكر فيه غير المكونات بوحدهم، ما تنبغيش نطول الفيديوهات بزاف. كنشكركم على المتابعه والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.